تعالوا النهارده نعمل رز بلبن. رز بلبن هنعمله ان شاء الله النهارده كريمي ووشه مكرمش وخطير، احلى من بتاع بلبن واحلى من بتاع الشيخ وفيق واحلى منهم كلهم. سهل وبسيط وهتعمليه في البيت احلى بجد بجد من المحلات. هي مشكله الناس مع الرز بلبن ان هم بيقولوا ان هو مش بيطلع وشه مكرمش. النهارده هعمله لكم بطريقه سهله، مكونات بسيطه، وهيطلع وشه مكرمش زي اللي بتجيبوه من بره بالظبط، ومن غير ما نضيف اي حاجه صناعيه كمان. يعني نص كوبايه رز وكيلو لبن هتعملي احلى رز بلبن ووش مكرمش، وان شاء الله مش هتشتريه من بره تاني. يلا بينا نبتدي الفيديو ونقول بسم الله. مبدئيا هحتاج نص كوبايه رز مصري، نص كوبايه بس، مش هحتاج اكتر من كده. نص كوبايه رز مصري بحطها في حله، ويفضل انا بحب استخدم في الرز الحله الالمونيا. بحس ان الالمونيا احلى في الرز، ومش بتلزق مش بتلسعه، بتخلي سواه واحد، فيفضل استخدام حله الومنيا. وبحط عليه كوبايتين ميه، وباحطه بقى على النار. أنا عايزة الرز كده يستوي كده على مهله. الأول بيسيبه كده يغلي غلوة، وبعدين أوطّي عليه لحد ما يشرب كل المَيّة. أهو أنا عايزة أغطّيه كده وأوطّي عليه بقى خالص لحد ما يشرب كل المَيّة. بُصّي أنا هاطلّعه يعني كل شوية، بس أهم حاجة كل شوية أقلّبه عشان أتأكد إن الرز مش بيعجِّن منّي. أنا مش محتاجة في المرحلة دي غير مَيّة. وبلاش موضوع إن إحنا نغلي الرز في اللبن، لأ هو أحسن إن هو يتغلي بالمَيّة، وهو ده كده اللي هيدّيكِ النتيجة الكويسة، لإن الرز بينزّل النشا بتاعته. أهو بُصّوا بقى دي النتيجة اللي أنا عايزاها، بس أهم حاجة تقلّبيه عشان ما يلزقش. دي النتيجة. بُصّوا يعني يعتبر الرز استوى، كان قرّب يدخل في مرحلة إن هو استوى أوي يعني، استوى أوي، أوي. وبعدين أضيف 4 كوبايات لبن، 4 كوبايات لبن يعني كيلو. بس طبعًا يا جماعة لبن بخيره. أنا عايزة نستخدم اللبن اللي هو اللبن اللي جايباه من اللبان، ويُفضّل ما يكونش شِلت قشطته كمان. مش يُفضّل، هو لازم ما يكونش اتشال قشطته. وباضيف 3/4 كوباية سكر و3 معالق لبن بودرة. لبن بودرة كده يكون نوع حلو أنتِ عارفاه. عايزة تستغني عن اللبن البودرة استغني، بس هو بيدّي دسامة وطعم جميل جدًا. وهو ده بقى السر بتاعي، قشطة. قشطة اللبن العادية دي اللي أنا شايلاها في التلاجة أهو. حطّي قشطة قد ما تقدري. أنا النهارده ضِفت 4 معالق، يعني على كيلو اللبن ضِفت 4 معالق قشطة. أول ما خلاص بعد ما ضِفت اللبن وبدأوا يغلوا، ضِفت بقى القشطة. القشطة يا جماعة هتغيّر لِك طعم الرز بلبن خالص. وهنا بعد ما بدأ بقى يستوي مع القشطة، أضيف جِبت معلقة نشا وضِفت عليها نُص كوباية لبن وضفتها. وابتدي بقى أقلِّب بقى واسيبه لحد ما يبتدي يمسك في بعضه. عايزة تحطّي قشطة تاني حُطّي. القشطة يا جماعة بتخلّي طعم الرز بلبن جميل جدًا، وهي دي اللي بتعمل الوِش الكريمي المكرمش. نُص كوباية رز مع كيلو لبن، مع 3، 4 معالق قشطة، ويُفضّل طبعًا اللبن بخيره. آخر حاجة بقى باحطها معلقة فانيليا، والفانيليا بتتحط آخر حاجة. تخلّي بالكم من الموضوع ده عشان الفانيليا لمّا بتقعد على النار بتمرّر، خلّي بالنا. وطبعًا تستخدمي نوع فانيليا حلو يعني. وطبعًا ما تستخدميش السايلة، لإن السايلة السايلة لونها غامق فهيعمل لون في الرز بلبن. وبعدين ابتدي بقى أصُب الرز بلبن في الكوبايات. أنا باحتاج إن الرز بلبن لمّا آجي أحطه في الأطباق يعني يكون سايل شوية، ما استناش لمّا يجمد على النار منّي. أهو بُصّوا بقى، دي الأطباق اللي هي زي بتاعة برّه يا جماعة. عايزة أقول لكم إن أنا الأطباق بتاعة البيت بتساوي طبقين من بتاع برّه. فأنا بالكيلو لبن ده أنا عاملة 3 أطباق اللي هو زي بتاع برّه، اللي هو 3 أطباق اللي هي زي بتاع المحلات الأسود ده، لإن فعلًا بتبقى كميته صغيرة، و3 أطباق من ده، أو عملت طبقين من ده. بُصّوا الطبق ده بطبقين من اللي برّه، فعليًا يعني، فعليًا. يعني لو أنتِ بالكمية اللي بتشتريها من برّه، يعني كيلو اللبن هيعمل لِك 7 أطباق. وباغطّيه. أهم حاجة بقى إن أنتم تغطّوه. يعني أنا الأطباق دي جايباها بالغطا بتاعها فغطّيتها، والأطباق اللي هي ما لهاش غطا دي أنا طبعًا غطّيتها بالستريتش. وده بعد ما قعد في التلاجة 3 ساعات. بُصّوا بقى شكله، بُصّوا بقى كريمي إزاي وشه مكرمش. في ناس بتحب تضيف على الرز بلبن معلقة كريم شانتيه، بصراحة بتفرق في الطعم وبتفرق في الكرمشة، خاصةً لو مش حاطة قشطة كتير، يعني هيفيدِك. بس أنا بما إن أنا حاطة قشطة كتير فما استخدمتوش النهارده. لكن لو كان عندي وكنت مقللة القشطة كنت هاستخدمه. يعني معلقة كريم شانتيه لأ هتفرق خالص في الطعم. بُصّوا بقى جميل إزاي. أتمنى إن أنتم تجرّبوه، أتمنى إنه يعجبكم، وبالهنا والشفا.